السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا الغزالات ديالي، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نوجدوا حلوة ديال التمر سهلة وبسيطة وكتجي لذيذة. المهم حبيباتي، الحلوة ديالنا كنحتاجو مقادير اللي هي عندي هنايا 500 غرام ديال الزبدة. تقدروا ديروا حيوانية اولا ديال البواط، انا هنا اختاريت ديال البواط. وكنحتاجو كذلك هنايا هاد زهرة البرتقال، تقدروا كذلك تعوضوها بالفاني. انا ما عنديش الفاني، داكشي علاش درت زهرة البرتقال. غادا نحتاج هنا نص كاس ديال ماء الزهر. غادا نحتاج كذلك 4 كاس ديال الخل. هاد الخل البنات راه مهم لهاد الباط هادي، كيخلي لنا العجينه ديال التمر كتجي هشيشه بزاف. كنحتاجو كذلك كاس ديال السكر وكاس ديال الزيت والطحين حسب الخليط، والطحين يكون مغربل. وهنايا البنات عندي نص كيلو ديال التمر معجون، درت عليه 2 معالق ديال القرفه، قبيصه ديال القرنفل، ومعلقه كبيره ديال الزبده. تقدروا تضيفوا اي اضافات بغيتوها بحال السنجلان، بحال الكركاع، بحال ديروا واحد الحكه ديال الكوزه. المهم الاضافات كتبقى على حسب الذوق. وهنايا غنبداو على بركه الله نخدموا العجينه ديالنا. كنديروا الزبده، كنديروا فوق منها زهره البرتقال. الزبده ضروري البنات ما تكون بدرجه حراره المطبخ، باش هكا كتسهل علينا يعني العمليه ديال اننا ندمجوها مع السكر مزيان، ونحاولوا اننا نبقاو نخلطوها مزيان حتى يذوب لينا داك السكر. لان دابا الحال بارد وتبارك الله، اي حاجه كنستعملوها فهي راه كتكون بارده على العادي. يعني نخرجوا الزبده قبل ما نبداو الخدمه، باش هكا كتجينا سهله في الخدمه ديالنا. المهم كنبقى نخلط بيدي على هذا الشكل هذا. تقدروا ديروا الفوي، تقدروا ديروا اي حاجه بغيتو، فانا كنبغي نخدم بيدي بزاف. هنا كندير قبيصه الملحه ضروريه يا البنات، كنزيد الخل، كنزيد الماء زهر والزيت حتى هو، وكنعاود نرجع نخلط الخليط ديالي حتى كيندمج لي مزيان، كيرجع على شكل بوماد. فالزبده البنات ملي كتكون يعني بدرجه حراره المطبخ فهي راه كتساعد بزاف على ان الخليط ديالنا يتجمع لينا دغيا. وصافي ملي كيتجمع لينا الخليط فكنبقى نضيف الطحين ديالي اللي يكون مغربل. كنبقى نضيف بالتدريج شويه بشويه حتى كنحصل على الخليط اللي بغيت انا، اللي يكون رطب بزاف، ما يكونش قاصح ابدا، ما يكونش قاصح، اللي يكون طيب. يلا نجمعوه بين يدينا، ما كندلكوهاش بزاف، فقط كنجمعوها وصافي. هذا هو العجين ديالنا، كيجي على هذا الشكل هذا. قسمته على 2 كويرات وغادا نغطيه بالفيلم اليمونتير، وغادا نخليه على جنب يرتاح. باش غادا ندوز نوجد الحشوه ديالنا اللي هي التمر المعجون. هنا غادا ناخذ التمر كما قلت لكم. هذا هو الغلط اللي درت انا، هو انني جبت التمر من الثلاجه وبديت كنخدم به فكان قاصح بزاف بزاف. المهم عاد كنقطعوه هنايا بالموس. المهم خدمت معاه العنف شويه ايوا حتى طلع معايا راسو هكا، بقيت كنخدم به. وزدت له هنايا شويه ديال الماء الزهر. هذا الماء الزهر هو اللي كنستعمل ديال بالعامري، فيه مذاق قوي وزوين. المهم البنات بقيت كنخلطو فهاديك شويه ديال الماء الزهر، فعطى واحد الفرق كبير في هاد العجينه ديال التمر، فعطاني الملمس اللي كنقلب عليه يكون رطب وزوين. المهم هنا الكبيدات ديالي بعد عناء ومدابزه طويله. المهم درت هاد الحريبلات هادو على هاد الشكل. المهم خدمته كامل باش هكا نغسل يدي ونبقى نخدم في العجين ديالي، ما نبقاش كل مره ها انا في العجينه ها انا في التمر. المهم العجينه كما كتشوفوا البنات رطبه بزاف. هذا هو السر اللي كيخلي انها تجي هشيشه في الفم، ما كيكونش يعني شاربه الطحين بزاف. المهم البنات هنا باستعانه ديال الطحين
ضروري لانها غادا تلصق لينا في سطح العمل. كنديروا واحد الكميه لا باس بها من الطحين، وكنبقى نطلع العجينه ديالي. هنا كنطلقوا العجينه تكون رقيقه مزيان، رقيقه رقيقه، باش هكا ما يجيناش غليظه بزاف ويجي فيها العجينه اكثر من التمر. المهم حبيبات، هنا كنت كنوريكم القطاعات، فالكبيره جاتني كبيره بزاف والصغيره صغيره بزاف. المهم خديت هاد الغلاقه ديال هاد القريعه هذه هي اللي نفعتني، قطعت بها العجين ديالي. المهم هاد الشكل هذا خدمته على شكل هلال بحال هكا. راه ما زوقتوش زعما بهداك القراص وداك الشيء حيت ما عنديش. المهم خليته بشكل سامبل بحال هكا صافي، على شكل كعبه او على شكل، مهم على هاد الشكل هذا شكل الهلال. وكنستمر بهاد الطريقه هذه حتى كنكمل العجين ديالي كامل. فملي كتقسمي العمل ديالك كل حاجه كديريها بوحديتها فكيجي سهل انك دغيا تشكليهم. يعني التمر كيكون عندك واجد، العجينه صافي مرتاحه، غير كتبقاي تقطعي فيها. فهذا كيعاون بزاف كيسهل علينا الخدمه. المهم البنات ان هاد الحلوه هذه راه هي المعشوقه ديالي. زوينه هاد المعشوقه هذه. المهم راه عرفتي كنحماق عليها، شي حاجه اللي زوينه بزاف، وكنسى راسي مده كنلقى راسي ما درتهاش، كنولي نتفكرها عاوتاني وكنديرها. تبارك الله كتجي زوينه بزاف كتعجب الكبار والصغار، وصحيه بما ان فيها التمر. هي ماشي صحيه، ولكن بما ان فيها التمر ومصاوبه في الدار، اهم حاجه انها مصاوبه في الدار وعارفه اشنو دايره فيها، فاكيد بنينه ولذيذه وصحيه كيف ما كانت تكون. ايوا هنا الكبيدات ديالي رانا غاده في الخدمه. يلا هنا راه بديت الخدمه ديالي معاطله، راه بديتها حتى لورا المغرب، عاد زنزنت لي على الحلوه. ايوا قلت نصاوبها هكا تصبح ليا واجده. وهذا مكان الكبيدات، فهي حلوه راه كتجي زوينه وسهله. اكثر شيء الا كان العوين هكا يكون معك شي حد يعاونك، فالحلوه كتبغي العوين بزاف. يعني واحد يقطع والاخر يشكل، فكيتعاونوا شويه. وتبارك الله راه كتحط كميه لا باس بها. هنا البنات رانا خدمت، يعني رانا قضيت الغرض. المهم انا جيت ندير معكم الطلمه قبل الاخيره، درت الاخرى في الفران، وهذه جبتها كنديرها في السكر كلاصي. المهم كنفندها مزيان في السكر كلاصي. احسن حاجه انه يكون سكر كلاصي سبيسيال، يعني خاص بالحلويات، باش كيعطينا واحد تغليفه زوينه للحلوه وكيبقى ثابت على الحلوه من الفوق. وصافي كنفندهم مزيان البنات. تبارك الله راه خرجت كميه كبيره. يعني قلت لكم هاد اللاطه هذه وبقى لاطه ما عمراش، ولكن فيها الخير. المهم راه كميه لا باس بها، يعني راه زوينه. الحاجه اللي كتصايب في الدار كامله راها زوينه. اهم حاجه ان مصاوبه بواحد الحب ومصاوبه بواحد العنايه، راه اكيد غادا تجي زوينه، ماشي بحال داكشي اللي كناخذو من الزنقه ما عرفنا كيفاش داير مصاوب. وهذا مكان الكبيدات بالنسبه للفيديو ديالنا اليوم. اللي وصلت معايا لهنا حتى لهنا في الفيديو، كنتمنى انك حبيبتي ما تنسينيش من لايك، وإلا كنتي مازال ما مشتركاش في القناه مرحبا والف مرحبا بك. تنضمي للعائله ديالنا. تبارك الله العائله غدا وكتكبر بكم طبعا. وكنبغي نشكر البنات كاملين اللي كيدعموني باللايك والاشتراك والكومونتيرات زوينين بزاف. شكرا لكم بزاف والهلا يخطيكم. راه نتوما مالين الدار، نتوما اصحاب القناه، والله العظيم الا كتحفزوني بزاف انني نصور معكم هكا فيديوهات. عرفتي راه كيوصل عليا شي وقت اللي كنعجز بزاف انني نصور، لان التصوير راه ماشي سهل، راه فيه تعب كبير فيه بزاف ديال التعب والله العظيم. ولكن ملي كيلقى اقبال الفيديو وكيلقى تعاليق زوينين وكيلقى
واحد الحاجه اللي زويونه هكا كتدخل علينا الفرحه، وكنساو التعب كامل وكنفكروا غير اشنو بغينا نوجدوا لكم الفيديو الجاي ان شاء الله. وهذه هي الحلوه ديالنا. كنضرب لكم موعد ان شاء الله فيديو الجاي. بسلامه عليكم، تهلاو ليا فراسكم، دمتم في امان الله.